بينما كان الرجل يتبول، لاحظ شيئاً غريباً يلمع بالقرب منه. اقترب منه بفضول وأزاح الرمال ليكتشف قطعة تشبه الذهب. لم يكن متأكداً، فنظر إلى صديقه من بعيد وتردد للحظة، ثم قرر مناداته. أتى صديقه على الفور وبدأ بفحص القطعة بدقة. أخرج ولاعة وحاول حرقها. بدأت تذوب ببطء، لكن لونها لم يتغير. عندها ظن أنها قد تكون قطعة من الذهب الخالص، ثمين ولا يقدر بثمن. بحماسة شديدة شرعا في الحفر دون تردد، ومع الوقت حفرا حفرة بعرض 4 أمتار، لكن لم يعثرا على أي قطع إضافية. فربطا حبلاً حول القطعة وحاولا سحبها باستخدام مركبة. انقطع الحبل مرتين وبقيت القطعة الضخمة في مكانها. عندها قررا الحفر بشكل أعمق، وبعد أن حفرا نصف متر إضافي أدركا أن ما وجده لم يكن مجرد قطعة، بل قد يكون جزءاً من مستودع كبير من الذهب. ومع حلول الليل جمعا بعض الخشب وأشعلا ناراً، ظناً منهما أنهما يحمون الكنز. جلسا بجوارها وهما يشعران بالحماسة والدهشة، لكن ظهرت مشكلة جديدة. كيف سيتمكنان من استخراج هذه القطعة الثقيلة؟ اقترح أحدهما الذهاب إلى المدينة لإحضار المساعدة، بينما يبقى الآخر لحراسة الذهب. ونظراً لخبرة مايك قررا أن يبقى هو، لكن أمام هذه الثروة بدأت الثقة تتراجع. قال مايك بجدية: لا تتركني وحدي مع الذهب. فهو من اكتشفه ويرى أن من حقه حمايته. لم يجد صديقه خياراً إلا أن يوافق، وفي صباح اليوم التالي اقتسما الطعام والماء، لكن صديقه ادعى أنه يحتاج للماء لتبريد السيارة، فأخذ الجزء الأكبر وترك لمايك هاتفاً فضائياً مطمئناً إياه بأنهما سيتواصلان. وما إن ابتعد قليلاً حتى اختفى تماماً. قام مايك بتغطية الذهب بالرمال، ثم لفه بقطعة قماش لحمايته. وفي اليوم التالي وأثناء تجوال هانز في المنطقة صادف حطام طائرة قديمة، فاعتبره مأوى مناسباً ضد الحيوانات البرية. لكن المشكلة كانت أن موقع الطائرة بعيد عن مكان الذهب، ما جعله يشعر بعدم الأمان. فقام بتفكيك بعض أجزائها ونقلها إلى مكان الذهب، وبنى منها خيمة مؤقتة تسمح له بمراقبة الكنز عبر نافذة زجاجية. وفي أحد الأيام تسلل ضوء الشمس عبر الشق، وعندما استيقظ كانت جبهته مصابة بحروق شديدة. بعدها أخذ حجراً صغيراً وقطع قطعة من الذهب كانت بحجم بطيخة، لكنها بدت صغيرة جداً مقارنة بما كان مدفوناً تحت الأرض. في تلك اللحظة تلقى مايك اتصالاً من صديقه حذره فيه بشدة، لكنه قرر البقاء في مكانه. كانت حالته تتدهور، بشرته مصابة بالحروق، والطعام والماء على وشك النفاد. فجأة لمح أفعى من بعيد، فاندفع نحوها في محاولة للإمساك بها، لكنه فشل، بل وأسقط آخر قطرة ماء كانت بحوزته. في اليوم التالي عاد إلى حطام الطائرة بحثاً عن أوراق أو شيء مفيد، وفجأة رأى امرأة غريبة الشكل تقترب. شعر بالخطر فخبأ قطعة الذهب بسرعة وحاول الاختباء. وعندما اقتربت وسألته عن سبب وجوده ادعى أنه مجرد بستاني فقير، ورفض الطعام الذي عرضته عليه حتى لا تساوره الشكوك.